الحمد لله رب العالمين، أنعم على عباده بكثير من النعم فهو المنعم المنان، وتفضل على عباده بكثير من الفضل فهو المتفضل الحنان. نحمده سبحانه وتعالى حمد عبده المحب الولهان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يؤمننا يوم وضع الميزان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الرحيم الرحمن، أنعم على عباده بنعمتي الأمن والأمان، وبين لهم أن طريق الأمن هو الإيمان، هو الفعال لما يريد، فوحدوا الواحد الديان. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وقائدنا ومصطفانا وتاج رؤوسنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، المصطفى العدنان، أخرجنا من ظلمات الجهل إلى أنوار الإيمان، وبحبه صلى الله عليه وسلم يكمل الإيمان. فاللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وأكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا من بحثت عن العطور جميلها ليكون عطرك في الوجود نسيما، هل لي بأن أهديك عطرا فاخرا وهو الدواء إذا غدوت سقيما، هو قول رب الخلق في قرآنه، صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وبعد، فإن نعم الله تبارك وتعالى على عباده كثيرة، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أعظم هذه النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على عباده هي نعمة الأمن والأمان، وذكرها الله تبارك وتعالى هذه النعمة في مواضع عدة في كتابه، حيث قال الله تبارك وتعالى ممتنا على أهل قريش، قال الله تبارك وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وبين لنا الله تبارك وتعالى في حوار دار بين أهل قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أهل قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني يا محمد إن اتبعناك وآمنا بما تقول أنك جئت به لنزع الأمن من بيننا وتكالب الأمم علينا، وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فجاء الجواب من عند الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ليرد به عليهم، فقال الله تبارك وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا
لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني يا محمد أولم نمكن لهم هذا البيت الحرام آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، يأتيهم الرزق من كل مكان، رزقا من عند الله تبارك وتعالى، رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. كذلك فإن الله تبارك وتعالى جعل الأمن هو دعاء الأنبياء، فهذا خليل الرحمن حينما دعا الرحمن استهل دعاءه بالأمن، فقدم تارة الأمن على الرزق وقدم تارة الأمن على العقيدة. فقال الله تبارك وتعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. ولم يقل الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم رب ارزق هذا البلد من الثمرات واجعله آمنا، ولكنه قدم الأمن على الرزق. وتارة أخرى يقدم الأمن على العقيدة، فقال الله تبارك وتعالى حكاية عن خليله إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كذلك فإن سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كانت دعوته لمصر وأهلها بالأمن والأمان، فحينما دخل عليه أبويه قال ولما دخلوا عليه آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أن يرزقه الله تبارك وتعالى الأمن، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. كذلك بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الأمن في مقدمة النعم التي ينبغي على الإنسان أن يشكر الله تبارك وتعالى عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمن على المعافاة في البدن وعلى الرزق أو عند قوت اليوم. كذلك فإن الله تبارك وتعالى بين أن طريق الأمن هو الإيمان، وبين أن الذي يكون آمنا بالله تبارك وتعالى خاليا إيمانه من أي ظلم فإن الله تبارك وتعالى يؤمنه بأمنه. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولكن هنا سؤال: الأمن هذا يكون في الدنيا أم يكون في الآخرة؟ رد الله تبارك وتعالى على هذا السؤال في قرآن يتلى من فوق 7 سماوات إلى يوم القيامة، وبين أن الأمن يكون في الدنيا حيث ضرب الله تبارك وتعالى قرية كانت آمنة بإيمانها فلما كفرت بأنعم الله أذاقها الله لباس الجوع والخوف. اسمع لقول الله جل في علاه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فلما
آمنت هذه القرية اطمأنت وأمنت بإيمانها، ولما كفرت أذاقها الله لباس الجوع والخوف. وكما من الله تبارك وتعالى على المؤمنين في الدنيا بالأمن، يؤمنهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة من الأهوال ومن الفزع. قال الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وقال الله تبارك وتعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين كمن رضي الفناء له قرينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على خير خلق البشر الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله. ما اتصلت عين بنظر وما سمعت أذن بخبر، يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي. قد لامني فيه العزول ولو درى، نعم الغرام به لكان مساعدي. يا رب صل على النبي المصطفى واجعله شافعنا بفضلك في غدي. فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. كذلك أيها الإخوة المؤمنون، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعائه حينما ينظر إلى الهلال مطلع كل شهر قمري، كان يدعو الله تبارك وتعالى أن يهل هذا الهلال بالأمن والأمان. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند مطلع كل شهر قمري: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. فما أحوجنا إلى أن يعيش الإنسان في أمن، فإذا عاش الفرد في أمن كان في أسرته آمنا، وإذا كانت الأسرة تعيش في أمن كانت في مجتمعها آمنة، وإذا كان المجتمع آمن كان الوطن آمنا. ولا أمان إلا بالإيمان. فما أحوجنا إلى أن نكون بفضل إيماننا مؤمنين في الدنيا، وبفضل إيماننا مؤمنين من فزع يوم القيامة في الآخرة. واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بخلقه من جنه وإنسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، نسأل الله العلي القدير أن تكون هي الساعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في أهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته،
ولا طالبا إلا وفقته، ولا مسافرا إلا لأهله سالما غانما رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاحا إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يعطكم. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.